خبط الباب. كانوا حقين المنتو، اللي يبيع المنتو يدور، إيه؟ اللي يبيع البسبوسه يجيك لين حدك، واللبن الزبادي، واللبن الزبادي، ويعني اشياء كثيره. هذه كانت كلها موجوده في الحارات. سبحان الله. يعني الحلاق كان يجيك بشنطته. صحيح. والمحجم، هو الحلاق والمحجم واحد. وكان سبحان الله يجيبه للوالد، يجيبه نعم، يجيب شنطته ويجي الدمرجي. والله كان يجيب صحيح في المساء، يكون هو شغال في الصباح بالإبر. احنا كنا نقول له الدمرجي، ما ادري الشباب يعرفوا الدمرجي اللي هو الممرض يسموه. ايوه كان يجي ويدي الحقن. اياميها الحقن كانت يغلوها والحقنه كبيره وشايف. فكانت هذه كلها متوفره في الحاره ما شاء الله. طبعا بسطات في الحاره موجوده في كل حاره وكل حي. كان في جزء زي السوق الشعبي، فيه البسطات والناس في العصر كده، الخضري والجزار السمبوسه كلها موجودين. طبعا كانت القهاوي منتشره في كافه الحارات. يعني مثلا حاره الباب شارع ضيق فيها قهاوي، المسفره فيها قهاوي، الشبيك انا كنت عارفه فيها 3 قهاوي في الاول. فكانت القهاوي تخدم المجتمع، يعني حاجه حضاريه بصراحه. كان كل حاره تقريبا فيها بازان مويه. صحيح. بازان التمارة وبازان جياد. أقول لك حضارة. بس قرب، طبعا القرب كانت فيه والصفايح التنك المويه يعني تعبي وتشيل الزفة، نوصل على بيتك ونتناوب. شوف الحضارة. مد الليل انت تاخذ والجار ياخذ. يا الله، هذه كانت موجودة عندنا في المسفرة. كانت قبة مال موسى مشهورة. القبة فيها وزابيل. قبة مال موسى. مال موسى. هو واحد حاج عالم جاء سكن مكة، مسمينه قبة مال موسى. كانت فيها بزابيل. الجيران كل واحد يمد اللي حقه ويعبي بيته. اي والله انا من ضمنها من اللي كنا نعبي. رمضان انت تذوقني وانا اذوقك. كانت الوالده الله يرحمها ترسلني على الجيران، اودي لهم، هم يرجعوا معك الاكل. هذه موجوده كانت، يعني كانت موجوده الحمد لله. يعني نقول ترابط جميل. وبرضه نقول ان شاء الله ما زال الخير موجود ترى. يعني الى الان الحارات متماسكه. يعني لما يصير زواج لحاره تشوف الناس اللي ما شفتهم من مده كلهم سبحان الله. الفرح في المناسبات، او كان في مناسبات يعني افراح واتراح او زي كذا تلتقين موجودين احياء ويتعرفوا عليها الاجيال الجديده. هذا مشروع زي كذا ان شاء الله. هذا مشروعنا، انه يعرف الاجيال الحاليه بالسابقه، يعرف مين كان ابوه وفين كان ابوه، مين حاره ابوه ومين اصحاب ابوه. يا سلام. ان شاء الله. فكره المشروع تطبيق يعني ولا تطبيق الان موجود والحمد لله ما شاء الله تبارك الرحمن. الحقيقه ميزه الطوافه كانت انه المواطنين هم اللي قايمين بالعمل. يا سلام. يعني كان المطوف هو كل شيء. المطوف هو يستقبل الحاج، هو يسكنه، يقدم له يعني ضيافه، يسكن الحاج. شايف؟ كان الحاج يعني كل مطوف كان له مندوب في جدة. كان المطوفين يرسلوا مندوبين للحجاج في الخارج في بلدانهم. نعم، زي السفراء، زي المسوقين. سبحان الله. علاقة قبل الحج. مثلا ابن المطوف، يعني واحد من ابناء المطوفين اسمه عبد القادر قرب، راح عمره 13 سنة ما شاء الله مندوب. عليه. شوف انا في نقطة الحين بنعرج عليها. كانوا اللي يجي من مكة الحجاج او في بلدانهم يحترموه، يقول لك هذا من مكة. الله أكبر. وله يعني له احترام. مكانة مكة عندهم عالية. وكلهم يعني كل واحد يجيبه في بيته. فكان يروح مندوب أو كان يروح مسوق ويعرف حجاج. شوف العلاقة كيف. قبل لا يجي الحاجي هو مندوب المطوف أو ولد مش مندوب موظف. يروح ابن المطوف، أخو المطوف، يعني يا سلام. أحد من المطوفين يعرفوا انفسهم على الحجاج هناك. طبعا لما نجي الحاج يكرموا الزمازمه وكل هذه ما اقدر نطول فيها. زمازمه يجي كل مطوف له زمزمه. كانت الدوائر عن قديم ودحين الان طبعا اتطورت. انا ماني قريب منها بس انا بقول لك على ما زمان اول كيف كانت نظموها يقال وبيوصلوا الزمزم. بس اول كان كل مطوف له زمزمه مو طول السنه. شوف انت يجيب الدوارق من الحرم ويرصها عند الدوارق يحط فيها المويه. فكان كل مطوف مع الطاسات هذه اللي يصب فيها، الطاسات يجي يرص الدوارق ويعطوا الحجاج. وكمان تقريبا بعض المطوفين انا لحقت عم ابراهيم قرب طول السنه في يجيب له الزمزم وكنا نشرب عنده. ما شاء الله. فكانت مهنه الزمازمه يعني بطريقه
يعني عفوية وتقدم خدمة للحجاج. الآن طبعا الطاقات اللي موجودة في مكة ما هي موجودة في العالم كله. صحيح. خدمة الحجاج، خدمة الزمازم، هذه ما هي موجودة في العالم كله. ايش نقول؟ تقديم الخدمات، كافة الخدمات، تبيع للحجاج الأغنام. احنا من الناس اللي كنا بعنا اي ما شاء الله تبيع الثلج للحجاج، يعني تقدم الخدمات المستهلك اللي يحتاجوها الحجاج، يعني زي الأغنام الأضاحي كنا نبيعها وفي الحارة، وما كانت المجازي كانت بطبيعتها انها تاخذ الغنم وفي الشارع يجي الحاج يشتري والجزار يذبح. متى كانوا المواطنين أبناء الوطن هم اللي كانوا يسوقوا السيارات، هم كانوا السماء الكمسارية، يعني يركبوا الحجاج وودوهم، كانوا من أهل البلد، يعني كانت حاجة. وكانت الشركات قليلة حقت السيارات، وكانوا السواقين مشهورين. اوه ايه السواق لو تبغانا نسوي لها حلقة بين السواقين، منافسة نسميها، منافسة بين السواقين عشان يخدم الحجاج. السواق الفلاني من الحارة الفلانية، السواق الحديث معك جميل. النوادر كان في واحد في حارة الباب، شوف يقدم خدمة للحارة، عنده بقالة حلو، يشتغل في الليل بس. هو من السيد عقيل يقال في حارة الباب. هذا دكانه كأنه مناوي بيخدم أهل مكة كلهم ما شاء الله. في الليل هذه جبناها احنا عندنا في بيوتات مكة العوائل، يجي يبدأ يقولوا من بعد المغرب أو من بعد العصر. هذا في دكانه كل شيء موجود ما شاء الله. موية الغريب حقت الأطفال، الكلامين، الإبرة، أي شيء للأطفال، أي حاجة، الفتيلة، أي شيء. يجوا من جميع الحوائل. كانوا أول طبعا ما يبسطوا في الليل، يعني بعد العشاء هذا يقعد علينا الفجر، كل شيء ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وفي واحد كانت عنده معصرة، معصرة الله يكرمك بالحمار. حلو. يعني كان يوم الجمعة يدي الحمار حقه إجازة، ويستأجر حمار عشان يشغلها. ما شاء الله.